مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا معانا حالة جديدة ومختلفة. هو اي نعم الموبايل قديم جدا كل حاجة، بس بالنسبة للعميل كان حابب يعمله لان الموبايل عزيز عليه جدا. الموبايل ده زي ما انتوا واخدين بالكوا فيه مشكلة في زرار البصمة. يعني زرار البصمة بتيجي تدوس عليه احيانا يدوس واحيانا لا، والبصمة مش شغالة. فاحنا هناخد دلوقتي آه، ازاي نحل المشكلة دي. اول حاجة هنفتح الموبايل. تمام. زي ما انتوا شايفين احنا بنستخدم الموس ده يعني بديل للفتاحة، لانه بيبقى امن جدا اثناء فتح الجهاز. بقى نفتح الجهاز واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. تمام. بص احنا خدنا بالنا لما جينا نفتح الجهاز لقينا الجهاز ما فيهوش اي صاجات، يعني اللي اشتغل في الجهاز قبل كده ما قفلش الصاجات. اول حاجة احنا بنعملها لازم نفك سوكت البطارية الاول. اي حاجه يعني قبل ما اول ما تفتح الجهاز اول حاجه بتعملها بتفك سوكت البطاريه، وبعد كده بتبدا تفك السوكتات التانية زي سوكت الشاشه والسنسور وهكذا. تمام. احنا يعني مشكلتنا في الزرار ده، بس هل احنا هنعالج الزرار ده؟ لا، هو المشكله مش بشكل مباشر في الزرار، المشكله في الفلاته اللي راكب عليها الزرار. فاحنا هنبدا ان احنا نحل المشكله دي واحده واحده. وازاي هنحلها؟ اول حاجه احنا بنفك المسامير اللي موجوده على الصاجه بتاعه الزرار نفسه، زرار البصمة. نبدأ نفك المسامير وبنرتبها ترتيب جنب بعض، لأن هنا المسامير بتاعة البصمة دي طولها مختلف. بعد كده بنبدأ نفك الصاجة. بعد كده بنبدأ نفك السوكت نفسه بتاع الزرار من, من على الفلاتة نفسها. هنبدأ نفكه واحدة واحدة. هنا الزرار ده بيبقى حساس شوية فلازم ناخد بالنا واحنا بنفك الزرار. بعد كده الزرار ده بيبقى ماسك قوي في الشاشة، فبنستخدم حرارة، بنستخدم الهوت اير، ونبدأ نسخن ناحية الزرار واحدة واحدة كده. أهم حاجة ما تعملش الحرارة تركز عليها تركيز يعني مباشر، لازم تفضل تروح وتيجي فيها. وبعد كده بنبدأ نستخدم التنر. التنر ده وظيفته إن هو بيفك الدبل فيس اللي تحت الفلاتة. وبعد كده بالفتاحة كده حاجة بسيطة قوي نحاول نرفع الفلاتة بتاعة الزرار. زي ما انتوا شايفين واخدين بالكوا الزرار بدأ يفك من مكانه. وبعد كده بنفك واحدة واحدة ونطلع الزرار. بس كده والزرار طلع معانا بكل سهولة. احنا زي ما قلنا الزرار ده هو سليم، يعني الزرار سليم، بس الفكرة كلها المشكلة في الفلاتة اللي هي دي. الفلاتة دي اللي فيها مشكلة، اللي بيركب عليها الزرار. طبعا عشان نفك الفلاتة دي محتاجين نفك أول حاجة الصاجة. الصاجة دي فيها مسامير في الجنبين. نبدأ نفك مسمار مسمار، مع العلم إن المسامير بتاعة الصاجة دي كلها طول واحد، فمفيش مشكلة إن احنا نحطهم على بعض. يعني لو حد بيفتح الجهاز وهو مش حافظ المسامير، آه، فهو كده كده الصاجة دي مساميرها كلهم طولهم واحد. بنبدأ نفك المسامير واحدة واحدة. بالمناسبة الفلاتة اللي احنا بنغيرها دي فلاتة اسمها فلاتة 3D تاتش. دي الفلاتة المسؤولة عن الزرار. يعني الفلاتة دي عبارة عن موصلة بتوصل الزرار بالجهاز. بعد كده بنبدأ نفك الصاجة دي واحدة واحدة. في مسمار فوق احنا نسينا نفكه، المسمار ده طويل شوية عن باقي المسامير. ده بيبقى مسمار صليبة، بقية المسامير بتبقى 7. وبعد كده خلاص احنا كده فكنا الصاجة. بصوا بقى احنا واخدين بالكم الشاشة متكونة من فلاتين. في فلاتة بتاعة الشاشة نفسها، والفلاتة التانية بتاعة الزرار. احنا بنحاول نفصل الفلاتين عن بعض. تمام. بصوا احنا واخدين بالكم بصوا واخدين بالكم الفلاتة بقى فيها قطعة. شايف؟ فيها قطعة كده ايه بسيطة قوي، هي دي اللي مخليها الزرار بيعلق. تمام. احنا بص فصلنا الفلاتين عن بعض. الفلاتة دي
مش بتتفك بسهولة، يعني ما ينفعش ان انا افكها. احنا بنعمل حاجة اسمها قص، يعني بنقص الفلاتة من مكانها، بنسيبها زي ما هي، بس احنا بنقص الزيادة اللي موجودة في الفلاتة. بص احنا جبنا مقص اهو، وهنبدأ نفك الزيادات بتاعت الفلاتة. خلاص هما دول ما يعني كده كده بايظة، فبالتالي ما ملهمش لازمة. اما احنا نفك ده بيبقى صعب جدا ان احنا نفكه، ما بيتفكش بسهولة لأنه هو بيبقى جوه الشاشة نفسها. فطبعا لو فكينا ممكن الشاشة تبوظ في ايدينا، فبنعمل ايه؟ فبنقطع الزرار، وده اسلم حل بصراحة يعني. بنبدأ، بص احنا بنطلع الفتاة الصغيرة اللي هي راكب عليها الزرار، هنبدأ نطلعها من مكانها. طبعا عشان صغيرة قوي، فبعد كده بص هنقصها بس كده. كده احنا قصينا الزرار اللي هو بيركب عليه الفلاتة، قصدي اللي بيركب عليها الزرار. فكنا الاتنين الفلاتين. اما الفلاتة دي بتاعت الشاشة دي ما ينفعش نقصها ولا يعني دي كده الشاشة تبوظ، يعني هي كده الشاشة كده هي شغالة طبعا. احنا بس كل الحكاية شلنا الزرار. بصوا بقى احنا دلوقتي هنجيب شاشة قديمة زي الشاشة دي شاشة هاي كوبي بايظة، هناخد بقى منها الفلاتة. طبعا احنا هنا مش هنقص، هنا كده الشاشة دي بايظة، فبالتالي هنبدأ نفك ظهر الشاشة زي ما انتم شايفين. تمام. احنا كده فصلنا الشاشة نصين. فصلنا الجزء بتاع الصاجة اللي في الظهر، شايفين بقى هي دي اللي فيها الفلاتة، واخدين بالكم؟ الفلاتة دي هنا سليمة. نبدأ بقى ايه نفك طبقات الشاشة واحدة واحدة. طبعا زي ما انتم شايفين آه الزرار بص بيتفك ازاي، فطبعا كان صعب اللي احنا نفكه بالطريقة دي في الشاشة السليمة، عشان كده احنا قصيناه. بص هنا بقى هنبدأ نلاقي ايه الفلاتة، بص شايفين عاملة ازاي؟ عبارة عن فلاتة، بص هي حتة واحدة. هنبدأ نسخن عليها برضو. دي بتبقى لازقة جامد، أو خلي بالك وانت بتفك سخن براحتك وما تستعجلش عشان ما عشان انها اصلا ضعيفة جدا. بنبدأ بقى واحدة واحدة نسخن عليها، وخد راحتك خالص في التسخين، يعني ما تستعجلش. بعد كده بنستخدم برضو التونر ده مهم جدا، بيسهل علينا برضو حاجات كتير قوي. بص برضو خد بالك وانت بتفك. بص اي ورقة رفيعة قوي زي ورقة السكرينة، بص شايف هتعديها من تحت الفلاتة واحدة واحدة. مش مستاهل انك مش مستاهلة خالص انك ايه تتسرع وانت بتفكها. شايف الفلاتة رقيقة جدا، لازم تبقى حريص جدا معاها. بس احنا كده خلاص اهو فكيناها. ده رابل فيس كده بسيط اوي محطوط، هو ده اللي ماسك الفلاتة. اهم حاجة اهتم بالسخونية والتنر، هيفرق معاك جدا جدا، وبتحافظ على سلامة القطعة اللي انت بتفكها. بص احنا هنا بقى هنبدأ عايزين نركب الفلاتة اللي احنا فكيناها دي على الشاشة اللي هي السليمة. بص هنبدأ بقى ايه اللي احنا ايه الأول ايه محتاجين نركبها. احنا الأول بس هنشوف هنحطها ازاي. بص زي ما انتم ما شايفين الزرار اهو، ده هيبقى دي طريقته في التركيب. طبعا الدبل فيس مفهوش دبل فيس، هنعمل ايه؟ هنبدأ نحط اللي احنا نحط مادة في الجزئية دي، مادة بسيط قوي. هو مش صح ان احنا نستخدم مادة المفروض دبل فيس، بس ايه مادة بص ايه حاجة بسيطة قوي ما تزودش يعني، حاجة ايه بسيطة جدا. تمام. نسيب المادة يعني تمسك شوية. بص انا تبقى ايه انها تمسك شوية، بعد كده نحط على الفلاتة. بص هنحط على الفلاتة هتلاقي الفلاتة بدأت ايه تثبت في مكانها. بص زي ما انتم شايفين. طبعا مهم جدا انك تحط الفلاتة في مكانها بالظبط، ما تكونش مرحلة يمين ولا شمال، علشان انت عندك سوكتين، واحد بيركب في الجهاز، السوكت التاني اللي بيركب عليه الزرار. بص واخدين بالكم الفلاتة بقت ايه بقت ثابتة.
المادة دي. هنرجع بقى ايه، نرجع الفلاتة في مكانها، بنبيت الفلاتة اللي هما الفلاتة بتاعت الشاشة وبتاعت الزرار. وبنبدأ بقى ايه الصاجة دي مهم جدا انك ترجعها، لانها هي اللي ماسكة الفلاتات. مهم جدا جدا، يعني في ناس بشوفهم بيعملوا كده وما بيرجعوش الصاجة. الصاجة دي خليك حريص وانت بتركبها، عشان في الاي سي بتاع الشاشة ما تضغطش عليه. حاول تخلي الفلاتة، بص زي ما انتم شايفين كده، تدخل ما بين الصاجة، فلاتة الشاشة تدخل ما بين الصاجة. طبعا احنا رجعنا فكنا تاني، وعشان الصاجة دي في سوكت كده فيها بيركب في الجزء اللي فوق. احنا بدأنا نركب من فوق لتحت، بس هي خلاص كده ركبت تمام. وخلي بالك وانت بتقفل، الموضوع بسيط جدا يعني عادي. بعد كده بنبدأ بقى ايه، نرجع المسامير. هتلاحظ ان المسمار اللي فوق ده مسمار صليبة. المسمار ده من نوع الصليبة، يعني هنركب أول مسمار. بعد كده هناخد بقية المسامير بقى اللي هي في الجناب، برضو مهم جدا انك ترجعها. طبعا المسامير دي من نوع اللي هي السفن. هنبدأ نرجع المسامير مكانها، وزي ما احنا اتفقنا ان المسامير دي كلها طولها واحد، ما فيهاش اي مشكلة خالص. تبدأ على مهلك خالص، وقفل بالراحة جدا المسامير، ما تستعجلش نفسك، واحدة واحدة. بص زي ما انتم ما شايفين الموضوع سهل جدا، يعني مهم جدا انك يعني تكتشف العيب وتبدأ انك تحل المشكلة واحدة واحدة. وبكده احنا ايه، ركبنا المسامير كلها في مكانها، والصاجة مكانها، والفلاتات كل حاجة راكبة في مكانها، مفيش أي مشكلة خالص. هنيجي بقى نبدأ نرجع الزرار مكانه. بص خلي بالك في حتة هنا صغيرة قوي، الزرار ده لما بيجي بيركب من تحت. بص يعني، بص شايف، تاخد بالك ما ينفعش يركب كده، لا من تحت تدخل منه الفلاتة وتطلعه كده بالظبط. تمام، لأن في ناس بتنسى وتركبه كده من فوق، ما بتاخدوش بالك. وبعد كده بتبدأ ترفع السوكت، اللي هو شايفين السوكت اللي هو هيركب عليه، تبدأ ترفعه لفوق وتحط عليه ده. بعد كده تركب، بص السوكت ده على ده، شايف؟ بس كده، كده انت ركبت السوكت. وتأكد ان السوكت يعني نازل عليه بالظبط وركب في مكانه. بعد كده بنرجع نرجع الصاجة دي برضو يعني مهم جدا جدا ما تيجي تفتح أي موبايل في الدنيا. تمام، حافظ على الصاجات ولازم ترجعها مكانها، لأن برضو يعني حسابك إن دي أمانة، لازم نرجعها زي ما كانت بالظبط. وهنبدأ بقى نرجع المسامير. احنا قلنا لكم إن المسامير دي طولها مختلف، هنبدأ ناخدها بالترتيب اهو زي ما هي. هنبدأ نرجع المسامير واحدة واحدة. وبكده المسامير رجعت مكانها. كده احنا خلاص خلصنا موضوع النقل ده. هنبدأ بقى اللي احنا نثبت الفلاتات، عشان ما تيجي تقفل الشاشة الفلاتة ما تتقطمش أو تضغط عليها. نبدأ بقى نجرب. بص وانت بتيجي تقفل الشاشة دي، ما ينفعش يعني هنقلب الشاشة الأول. يعني بص ما ينفعش نركب السوكت كده على طول، لو ركبت السوكت ده مش هتعرف تركب فلات السنسور. بص بتشقلب الشاشة، تمام، بعد ما تشقلبها تركب فلات السنسور، وبعد ما تلفها تبدأ تقلب الشاشة بالمنظر ده، تمام كده. وتركب السوكت بتاع ال 3D اللي هو بتاع الزرار، والسوكت بتاع الشاشة. الكلام ده من أول 8 بلس فيما تحت. لما تيجي تركب أي شاشة ركبها بالطريقة دي.
نبدأ نفتح الجهاز واحدة واحدة. شايفين بقى الفلاتة القديمة عاملة ازاي؟ دي اللي هي فيها مشكلة. بص خلاص كده الزرار مشكلته اتحلت. بص بقى يفتح عادي ازاي. الأول كان فيه تعليقة بسيطة قوي، دلوقتي خلاص التعليقة راحت وبقى شغال تمام جدا. ولو عايز تتأكد إن البصمة شغالة معاك سليمة، لمس صباعك. بص هتلمس صباعك بالراحة قوي على الزرار. بص شايف أول ما دي تنزل كده معاك، خلاص اتأكد إن البصمة شغالة معاك تمام. بس كده. الموضوع كان بسيط جدا وآسف جدا لو كنت طولت عليك في الشرح، بس مهم جدا جدا إن أنا أشرح لحضرتك التفاصيل واحدة واحدة، بحيث تبقى أنت يعني عندك خلفية عن العيب. بس احنا كده خلاص خلصنا. واللي عنده أي استفسار في أي حاجة تخص الصيانة يقدر يبعت لنا، يسيب لنا كومنت وهنرد عليه. وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. احنا كده خلاص قفلنا الجهاز تمام، وكده المشكلة بتاعتنا اتحلت. وبعد كده هنربط المسامير بتاعتنا وبكده احنا كده حلينا المشكلة. طبعا دي مشكلة بسيطة جدا وحلناها بأقل التكلفة، يعني من غير ما تجيب أي قطعة، من غير أي حاجة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.